موسم الأعياد جه وسؤال كل سنة، أنا ليه مش حاسس بالعيد؟ العيد هو ما اتغيّرش، العيد من أول الإسلام لحد النهارده بييجي في ميعاده، العيد السنة دي ما جاش في شهر محرم، لا والله جاي في ميعاده، أنت اللي اتغيّرت. الحاجات اللي كانت بتفرّحك وأنت طفل، بابا وماما بيشتروا لك لبس العيد، ياخدوك تعيّد على قرايبك، يدّوك العيدية، تشتري حاجات حلوة، تشتري حاجات جديدة، تشتري ألعاب أيًا كان، فبتعمل حاجات ما كنتش متعوّد تعملها في بقية الأيام، فبتحس إن في عيد. إنما جه سواد دلوقتي، أنت بابا وأنتِ ماما، أنتم المفروض تنقلوا ده لولادكم وتحسسوهم بالعيد، فبتعملوا ده. طب إحنا مين هيحسسنا بالعيد؟ أنت اللي هتحسس نفسك بده. ما ترفعش سقف طموحاتك، هو أنت عايز العيد؟ تك تك تك، سلام عليكم، أنا العيد، اتفضل حضرتك جبت لك الهدية دي عشان تفرح معانا، ده مش هيحصل. أنت عايز إيه؟ استمتع بأجازتك، استمتع بوقتك، شوف أسرتك، شوف صحابك، شوف إيه يبسطك وما تعلّيش سقف طموحك أوي عشان تعرف تنبسط بالمتاح، مش لازم نوصل للمريخ علشان نحس إن إحنا عملنا حاجة جديدة، لأ ممكن ننبسط بالمتاح بإيدينا وما نعلّيش أوي توقعاتنا ونبقى برضه مبسوطين. مسؤوليات والنضج وعمرك اللي كبر هو اللي غيّر إحساسك ما بين إن أنت طفل صغير وإن أنت دلوقتي اللي في رقبتك مسؤولية ناس محتاج تفرّحهم بالعيد.